السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس زوجتي قالت لي حفيدتك حفظت أصعب سورة في القرآن اللي هي سورة البينة، لأنه معظم الشيوخ بيقولوا إنه سورة البينة هي أصعب سور القرآن في حفظها. وأنا فرحت وطلبت من حفيدتي إنها تسمع سورة البينة، ولكن زوجتي وحفيدتي الاثنين طلبوا مني إني أنا أشرح لهم سورة البينة. قالوا لي إحنا عاوزينك تشرح لنا سورة البينة. فأنا بدأت كلامي معاهم بتعريف البينة، فقلت لهم البينة تعني الدليل الواضح في إثبات أمر معين، وضربت مثل لهم بحفظ حفيدتي لسورة البينة، وقلت لهم سورة البينة كل الشيوخ بيقولوا إن هي أصعب سور القرآن في الحفظ، فحفظ حفيدتي لسورة البينة هو بينة على إنه حفيدتي تجيد حفظ السور. فهمتوا معنى البينة؟ البنت الصغيرة هزت راسها بما يفيد إن هي ما فهمتش، فضربت لها مثل آخر، قلت لها لو فجأة وانت في الفصل لم تجدي القلم بتاعك وشكيتي في زميلتك ان هي اللي اخذت القلم واتهمتيها بكده، وبعد كده فتحت الشنطة بتاعتك ولقيت القلم تايه وسط الكتب والكراسات الخاصة بيكي في الشنطة، فوجود القلم بينة على براءة زميلتك من الاتهام اللي انت وجهتيه ليها. فهمتي معنى البينة؟ فهزت راسها بما يفيد انها فهمت. ثم سألت ما المقصود بالبينة في السورة اللي هي مسماه بسورة البينة، فردوا الاثنين في نفس واحد وقالوا لي البينة هي القرآن الكريم. فقلت لهم لا، البينة هنا هي رسول من الله، وليس شرطا أن يكون هذا الرسول هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي البينة رسول من الله. ولو قرأنا الآيات كده مع بعض هيبان ويتضح لنا كل شيء بالراحة كده. ربنا في هذه السورة يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. من هم أهل الكتاب ومن هم المشركين؟ فقالت لي زوجتي أهل الكتاب هم النصارى واليهود، والمشركين هم أهل مكة اللي بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت لها ولما نفهم ذلك؟ طب ليه ما يكونش الذين كفروا والمشركين الاثنين بيمثلوا طائفتين أو فئتين من أهل الكتاب نفسه؟ لأنه الآية كده بتوضح أنه أهل الكتاب طوائف وفئات، هم ثلاثة: فئة مؤمنة وفئة كافرة وفئة مشركة، ولكن الله ذكر الفئتين اللي هو يقصدهم في الآيات اللي هم فئة الذين كفروا والمشركين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أيضا من أهل الكتاب. وأهل الكتاب بالدرجة الأولى المقصود بهم اليهود. اليهود بالدرجة الأولى هم أهل الكتاب، لأن الكتاب مقرون بسيدنا موسى. إنما عيسى بن مريم ربنا قال عنه وآتينا عيسى بن مريم البينات، إنما قال ولقد آتينا موسى الكتاب، فالكتاب لموسى. وأهل الكتاب هم بني إسرائيل. بني إسرائيل هم أهل الكتاب. وعندما أرسل إليهم رب العزة سبحانه وتعالى سيدنا عيسى بالبينات انقسموا إلى طائفة كافرة. كافرة يعني إيه؟ الكفر هو التغطية، غطوا الحق. وفئة أخرى أشركت بسيدنا عيسى وقالوا عنه أنه الله، وآخرون قالوا عنه أنه ابن الله. فكده بيجي فيه ثلاث طوائف: طائفة مؤمنة وطائفة كافرة وطائفة مشركة، والثلاثة من أهل الكتاب. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وكلمة منفكين معناها متراجعين، ولفظة لم يكن هي تفيد الحال في الماضي وفي الحاضر.
يعني حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين سيظل على ما هو عليه دون تراجع حتى تأتيهم البينة. مين هي البينة دي؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وفي هذا إشارة على أن الصحف التي سبقت هذا الرسول أو سبقت هذه البينة كانت صحف فيها شائبة. ما هو التطهير معناه إزالة الشوائب، وهذا اعتراف على أن الكتب السابقة حدث فيها تحريف وحدث فيها تغيير. الله أراد أن يطهر هذه الصحف لأنه هو ما يحمله القرآن هو نفس ما تحمله الصحف السابقة. كل الكتب التي وردت من عند الله وكل الصحف السابقة فيها نفس الأوامر، ولكن هناك شوائب دخلت على هذه الصحف. أراد الله سبحانه وتعالى أن يطهر هذه الصحف ويصبح داخل محتوى هذا الكتاب كتب قيمة. والقيمة في الشيء هي قدرة استبدالية. الورقة فئة 10 جنيهات، والورقة فئة 20 جنيه، والورقة فئة 100 جنيه. لو بصينا على المادة اللي بيتصنعوا منها تقريبا هي والوزن هو والحجم هو. إنما القيمة هي إيه؟ إن الورقة فئة 10 جنيه ممكن استبدل بها كيلو طماطم، 20 تستبدل 2 كيلو طماطم، 100 تستبدل 100 كيلو طماطم. فالقيمة هي قدرة استبدالية. في هذا الكتاب الذي أتى مع هذا الرسول الكريم كتب قيمة، كل آية مكتوبة لنا هي قيمة في حد ذاتها يمكن أن تستبدل بها كل القيم الأخرى. يعني تجبرك على أنك أنت تستبدل ما هو قديم بهذا المنهج الجديد. فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. مين هي البينة؟ رسول زي ما قلنا من الله، بس الرسول هنا هو المسيح عيسى بن مريم الذي أتى بالبينات. وما أمروا على يد هذا الرسول إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص هو التصفية أو التنقية، يعني هو أمرهم أن يكون الدين خالص لله، صافي لله، وأن يكونوا حنفاء يعني على إيه؟ على مبدأ سيدنا إبراهيم. لأن سيدنا إبراهيم عندما سعى ليعرف إله هذا الكون وجد كل شيء من حوله لا يصلح أن يكون إله، فبفطرته السليمة توجه إلى السماء وقال أن لهذا الكون إله هو الذي خلق هذا الكون، وأنا وجهت وجهي لهذا الإله وأسلمت لهذا الإله وأنا عبد لهذا الإله دون أن أراه. دي فطرة سيدنا إبراهيم، ودي ملة سيدنا إبراهيم. أهل سيدنا إبراهيم ومن عاصروه في زمانه قالوا عنه أنه حنيف. حنيف يعني معوج، وهو لم ينفي ذلك عن نفسه، بل قال عن نفسه أيوة نعم أنا حنيف ولكني لست من المشركين. يعني أنا معوج، بس معوج عن المعوجين، والمعوج عن المعوج مستقيم. ولذلك دائما سيدنا إبراهيم يذكر أنه حنيفا وما كان من المشركين، يعني هو معوج عن المعوجين. فسيدنا عيسى المسيح ابن مريم يسوع هذا نبي أوصى أتباعه وأمرهم ألا يعبدوا إلا الله مخلصين له الدين، يعني خلصوا الدين بتاعهم لله على منهج وملة ومبدأ سيدنا إبراهيم، إنه لهذا الكون إله، أنا وجهت وجهي لهذا الإله وأنا عبد لهذا الإله، الإله الواحد الذي خلق هذا الكون، فأنا بنحرف عن المنحرفين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. القيمة هي القيمة الفاعلة، يعني على سبيل المثال ممكن الشيء يبقى قيمة ولكن قيمة غير فاعلة. قيمة فاعلة يعني شغالة بالبلدي، يعني أنا مثلا لو الحكومة
لغت فئة نقدية معينة مثلا زي النص جنيه مثلا أو الجنيه، لغته الحكومة، فهو قيمة غير فاعلة. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن الدين الإسلامي: وذلك دين القيمة، هو الدين اللي يجب أن يكون له الفاعلية مع احتفاظ الناس بقيم ومبادئ الأديان والشرائع الأخرى. إنما الدين الفاعل هو ذلك الدين، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين بعد ده كله بعد ظهور البينة والوضوح التام وببعثة هذا الرسول، بعد ده كله اللي يظل على كفره والذي يظل مشرك بالله، فدول في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. طب الذين آمنوا بمنهج هذا النبي وشهدوا بأن لهذا الكون إله واحد لا إله إلا هو، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بس مش كده وبس، وعملوا الصالحات، أولئك هم خير البرية. يعني هنا خير البرية لهم شرطين يتوفر فيهم. الشرط الأول إن هم يشهدوا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعملوا الصالحات، بكده تبقى أنت من خير البرية. دول جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. يعني الكلام ده للي بيخاف ربه. أنا بقول هذا الكلام لحضراتكم لعلي أكون أخطأت فيصوب لي أحدكم ما أخطأت فيه، أو أكون على صواب فيستفيد الآخرين.